المفروض تذاكري وتراجعي وتحلي وترجعي تجيبي المنهج تاني وتراجعيه وهكذا، وتحلي من اكتر من سورس. يعني لو الكتاب الامتحان ده كان في كل المواد معايا، بس بقى كنت بجيب مثلا ايزو في الكيمياء، الشامل، حاجات زياده. وكان عندي بقى كتب كتير قوي قوي قوي، يعني كتب صاحبتي اللي اكبر مني بسنه، كتب اختي اللي اكبر مني بسنتين، كتب بنت خالتي اللي اكبر مني ب3 سنين. كان عندي كتب كتير جدا، وبصراحه الحمد لله الحمد لله معظم الكتب خلصتها، وانا كنت بشتري كمان. فالمراجعه مهمه. انا بقى كنت بحب كل ما راجع، يعني مثلا زي ما قلت لكم انا كنت كل فتره كده اروح جايبه الباب مثلا الاول بتاع الكيمياء، بعدها باسبوع اجيب الباب التاني، وكل يوم اخد ماده اجيب منها شابتر قديم. فانا كنت بحب لما اجي راجع، انا خلاص من كتر المراجعه حفظت المنهج، بس انا ببقى عايزه احل عشان اثبت المنهج اكتر. فكنت بجيب بقى كتاب جديد احل فيه، ما انا خلاص حل كتاب الامتحان، هقعد احل نفس الكتاب طول السنه؟ ما انا خلاص عرفت الافكار اللي فيه. فكنت بجيب كتاب تاني اقعد احل بقى، كتاب مثلا يبقى افكاره اصعب، افكاره مختلفه، وهكذا. وفي نفس الوقت كنت مثلا لحد شهر 3 بعمل نفس الحوارات دي مع كل حاجه. جينا بقى شهر 3 كارثه بالنسبه لنا كلنا. شهر 3 و4 و5 و6 ده بنمتحن فيه. فاهم 3 شهور هما 3 شهور اخر السنه بجد. والله اللي هيجي وهيكسل في دول وهو تعبان من اول السنه هيضيع. فانت تعبان من اول السنه 3 شهور يا جماعه، 3 شهور وخلاص هتحقق حلمك. كمل معلش، تعالى على نفسك. انا ياما تعبت، ياما تعبت في السنه دي بجد. انا كنت يعني حصل لي كميه مواقف، الناس دي كلها عايزه توقعنا بجد. انا كميه مواقف وقطعت مع ناس كتير جدا. وخلاص بقى في شهر 3 كمان احنا المفروض اهم 3 شهور في السنه. حصل لنا ايه بقى؟ دفعه الكورونا ظهرت، وبقى الموضوع ما ينفعش دروس، والموضوع هيتقلب اونلاين. ولو عايزه بقى حاجه اقعدي في البيت واسمعي الشرح بتاعها، وانتي معتمده على نفسك من الالف للياء. انتي هتراجعي لنفسك، هتقسمي المنهج لنفسك، هتذاكري لنفسك، هتعملي جدول لنفسك وتحاسبي نفسك. طب انا هشيل؟ كفايه اصلا الاسترس والضغط اللي علينا كطلاب ثانويه عامه، كمان انا هشيل الموضوع، هشيل حجم المدرس. يعني انا هعمل دوري وهعمل دور المدرس كمان. الموضوع كان صعب علينا قوي قوي بصراحه كدفعه. وكنا اصلا كون ان احنا كنا يعني انا كنت واحده من اول السنه كنت سايبه الموبايل. هم اتفقوا معايا في البيت ان هم ياخدوا الموبايل، وانا كنت مرحبه بالفكره جدا، وكانت احسن سنه بالنسبه لي عشان